أما السيد قطب، سيد قطب رحمة الله عليه نهايته الحسنة. راجل مجنون، واحد مجنون كتب. تعرف مجلة المسلمون من أقدم المجلات، لأن كما تعرف هؤلاء لهم جواسيس ولهم مخابرات متى بدأت علاقتك معه؟ ثوابت الشريعة يعني جعله وكأنه الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخواني الكرام. إكمالا لما بدأناه في الحلقة الأولى حول مناقشة سليم محمدي وفقه الله، وهو أحد الأئمة في بلادنا الجزائر، نواصل هذه المرة مسير النقاش ونتناول قضية خطيرة جدا، وهي قضية سيد قطب. للأسف ليس سليم وحده من تكلم في هذه القضية من أئمة المساجد، وإنما فيه الكثير من الأئمة، وهذا إمام آخر أذكره على سبيل المثال وهو عبد الوهاب الجزائري. السلام عليكم. ذكرنا في الحلقة الماضية أن ربيع المدخلي ألف كتابا بعنوان أضواء إسلامية نسب إلى سيد قطب الكفر والإلحاد والزندقة والتشكيك بثوابت الشريعة، يعني جعله وكأنه الشيطان الأكبر. أنا لا أحجر واسعا ولا أضيق على الأئمة في الحديث عن هذه القضايا، وإنما أنكر عليهم توريط العامة وتوريط الشباب في قضايا متعلقة بالتكفير والإرهاب. يعني الإمام له أن يتكلم فيما يرى أنه حق وفيه مصلحة للمجتمع والأمة، لكن أن يتناول القضايا بخلفياته الفكرية ويجحف في حق المستمعين ولا يذكر لهم الحقيقة، فهنا مكمن الخطأ. وبعد إتمامكم لهذا المقطع ستدركون جيدا معنى هذا الموضوع، موضوع سيد قطب، وما علاقته بالإرهاب لا سيما في الجزائر. لنبتدئ الآن النقاش ولنستمع إلى ما يقوله الأخ سليم وفقه الله. سيد قطب رحمة الله عليه نهايته الحسنة معروفة. كان عبد الناصر الرئيس كان يراه نجم نجوم الأدب في ذلك الوقت وقربه وكان معجبا به. أو الشهيد سيد قطب، أو الشهيد سيد قطب، وألف كتابه ظلال القرآن، الأعجوبة البلاغية البيانية في الدفاع عن القرآن وإخراج لآلئ عجيبة جدا، طبعا اللي يشوفها مخيفة وكما ما يلحقش لها. دائما تمتدحون سيد قطب بهذه المدائح وتشهدون له بأنه مات شهيدا، وتثنون على كلماته مثل ما يقول سليم حمدي أنها لآلئ. سننظر في حقيقة هذه اللآلئ وسننقل شيئا منها للمشاهد الكريم. أما الآن فسأدخل مباشرة في جوهر الموضوع، والسؤال المهم هو التالي: دائما تذكرون إعدام سيد قطب وأنه الشهيد وأنه مات مظلوما وكذا، لكن تخفون عن أتباعكم سبب الإعدام. لماذا أعدم سيد قطب؟ لن أقول لك قال الشيخ ربيع ولا واحد من خصومه ولا حتى من المحسوبين على النظام أو الحاكم أو القضاة أو غيرهم ممن كان سببا في اعتقاله وإعدامه، بل أنقل لكم شهادة عظيمة وهي لفريد عبد الخالق. هذا فريد عبد الخالق من رموز الإخوان. شوف الصورة أمامكم، أعضاء مكتب الإخوان والمرشد وكذا لما استقبلوا فريد عبد الخالق في آخر حياته. المشهد هذا يعطيك انطباع حول شخصية هذا الرجل. هذا فريد عبد الخالق من ركائز ومن أركان الإخوان، وصديق الهضيبي المرشد العام للإخوان في تلك السنوات. أولا كان هناك تنظيم سري اكتشفته الدولة المصرية في ذلك الوقت، كان الغرض منه اغتيال جمال عبد الناصر والانقلاب على دولته. استمعوا لفريد عبد الخالق كيف ينقل استنكار الهضيبي مرشد الإخوان لهذا التنظيم السري. الحقيقة أن المرشد لم يأذن حسن هضيبي، أي نعم، وكلفني شخصيا عندما أنهيت إليه أننا علمت بهذا التنظيم، قال لي أنا لم أذن به، أكلفك بأنك أنت يعني تقضي عليه. سنة كام الكلام ده؟ الكلام ده بقى يعني قربنا بقى من المحنة بقى 64 64. قول لي كلام واضح عشان نفهمه، لأن ده تاريخيا مهم. يعني أنهى إلي أن في تنظيم جديد بيعد لعمل يعني زي ما بتقول انقلاب أو القضاء على جمال.
وهنا التفاتة مهمة لابد أن تذكر، وهي أن جماعة الإخوان منذ القديم عندما يدخل المرشد الأعظم أو يموت، عندما يدخل السجن أو يموت، تجد أعضاء التنظيم ينفردون باتخاذ القرارات بل يتمردون، مثل ما وقع في عهد المرشد حسن الهضيبي، فقد تمردوا عليه وأنشأوا تنظيما سريا كما ذكر فريد عبد الخالق، وهذا ما جعل حسن الهضيبي يستنكر هذا الفعل. طيب، ما علاقة هذا التنظيم السري؟ أقول لكم علاقته أنه سبب اعتقال سيد قطب ومن معه هو اكتشاف هذا التنظيم السري بشهادة الإخوان، أنه فعلا كان تنظيم سري، كان الغرض منه اغتيال رئيس. يعني أنتم أي دولة تحترم نفسها لما تكتشف هؤلاء يعني ما تعتقلهمش؟ طيب تقول لي وعلاقة سيد قطب؟ أنقل لك شهادة فريد عبد الخالق بعدما بحث ودقق وتحقق من الموضوع كما أوصاه الهضيبي. طيب أنا عايز أرجع معك الآن لسيد قطب. قامت علاقة بينك وبين سيد قطب بعد ذلك واجتمعت به، ماذا دار بينك وبينه بعد الإفراج عنه في سنة منتصف 64؟ أي زرته في منزله بعد ما علمت إن عبد العزيز العلي تنحى عن الرئاسة، أو هم تنحوا عن إنه يستمر فيها لسبب أو آخر، ووكلوا الأمر إلى سيد قطب، فسيد قطب قبل وأصبح هو المسؤول عن تنظيم 65. نعم، خرج بنتيجة وتحقق بنفسه أن سيد قطب هو من كان يتزعم هذا التنظيم. طيب نزيدكم، ربما سيد قطب ينفي، لا أبدا، فريد عبد الخالق يتكلم عن لقائه بسيد قطب واستنكاره عليه هذا الفعل. وأنا علمت أنك أنت حليت محل عبد العزيز العلي وأنت أصبحت، فيا أستاذ سيد، يا أخ سيد، وأنا لي به معرفة سابقة وثقة كاملة، فأنا قلت له بخطأ التنظيم اسلوبا وهدفا غلط، تنظيم 65. وانا قلت له ان ده سينشأ عنه متاعب ومشاق لا تؤدي بنا الى مقابل يعني له، وده خطأ، وانا ارجوك تراجع نفسك فيه. والله ما اعظمها من معضلة. شباب المسلمين اليوم يكبروا على هذه الأكاذيب، إعدام الشهيد، السلفيين المداخلة يطعنون في سيد قطب وغيرها من الشعارات، لكن كل هذا الوقت ولا واحد يفيدهم، أتكلم عن شيوخهم، ولا واحد يفيدهم عن هذه الحقائق التاريخية. جيب لي واحد فيهم الآن سمع من قبل بتنظيم 65 اللي كان يسعى للإطاحة بالدولة وقتل الرئيس. إذا كنتم على شيء من الصدق والوفاء لمنهجكم، على الأقل أذكر أنه ما قام به سيد قطب حق وصواب، وإحنا كلنا نتبناو هذا المشروع، مشروع الاغتيالات والانقلابات. ما تذكروا لا التاريخ ولا تذكروا موقفكم من الأحداث حتى لا تفضحون أمام ولاة الأمور وأمام الشعب كذلك. لكن هيهات هيهات. وهنا ألفت انتباه السامع إلى قضية أخرى. سيد قطب إلى آخر لحظة من حياته وقبل إعدامه بلحظات لم يتراجع. إذا كان مظلوم وإذا كان متهم المفروض أنه ينكر ويتبرأ مما فعل، هو بقي ثابتا على موقفه، يعني معترف بما وقع منه. وهذه واحدة من الشهادات الإخوان حول ثبات سيد قطب في زعمهم. هو ثبات على ماذا؟ لا يذكرون القضية، ثبات على التنظيم السري الذي سعى إلى اغتيال رئيس من الرؤساء. قالوا له اكتب اعتذار وعبد الناصر يعفو عنك. قال أنا أعمل داعية، هل أعتذر عن العمل مع الله؟ قال له طب اكتب أي كلمتين استرضيه، يعني استرحمه. قال لهم أستحي من هذه السبابة التي أتشهد بها لله أن تكتب إلى ظالم. قال له طب اكتب بالتورية. قال التورية لا تجوز في العقائد والقادة لا يأخذون بالرخص. نعم، للأسف هكذا يدغدغون أحاسيس الشباب بمثل هذه المرويات، وكأنهم يتحدثون عن فاتح الأندلس، وهي نفسها خطابات الجهاديين وقيادات العمل المسلح منذ القديم. ها هو أمامكم زعيم الجهاديين الأقدم بلا خلاف، وهو عبد الله عزام. استمعوا إليه في هذا المقطع النادر كيف يشيد بسيد قطب وينقل نفس ما نقله هذا الإخواني محمد الصغير. الذين وقفوا أمام الطاغوت في عنفوانه وأمام الظلم في قمة مجده، الأستاذ سيد قطب رحمه الله، الذي عرضت عليه الوزارة من وراء القضبان وكان يردد كلمته الخالدة: إن إصبع السبابة الذي يشهد لله بالوحدانية في الصلاة لا يرفض أن يكتب حرفا واحدا يقر به حكم طاغية. نعم، هي مقاطع وحقائق يخفيها عنك هؤلاء. ربما يظن الظان أن ما نقلناه هو مجرد خطأ وزلة ارتكبها سيد قطب.
يقول لك التنظيم السري الذي يؤسس للاغتيالات هذا مش خطأ خاص، وإنما هو منهج متبع عند جماعة الإخوان، وسيد قطب رسم هذا المنهج في كتبه. وكمثال يقرب الفكرة أكثر للسامع، أمامكم كتاب معالم في الطريق، وهو من أعظم الكتب التي اعتمد عليها قيادات الإرهاب وفتن بها الشباب المخدوع للأسف الشديد. لنأخذ فقرة واحدة من هذا الكتاب ونتأمل فيها جميعا. قال سيد قطب وهو يتكلم عن طرق الدعوة التي تستعملها الحركة الإسلامية، قال كما في صفحة 57، يعني الحركة تواجه هذا الواقع، تواجهه بالدعوة والبيان لتصحيح المعتقدات والتصورات، وتواجهه بالقوة والجهاد لإزالة الأنظمة والسلطات القائمة عليها. هذا كلام سيد قطب، لا علاقة له بكلام الشيخ ربيع أو المداخلة أو شيء من هذا القبيل. أخذته مباشرة من كتاب سيد قطب، فأرجو أن ينبري واحد ممن يدافع عن سيد قطب ويناقشني في هذه القضايا. وهنا يكمن حجم الخطر. إمام مسجد وداعية أو كاتب في وسائل التواصل أو أستاذ في الجامعة يحث الناس إلى يومنا هذا على كتب سيد قطب، معنى ذلك أنه يحثهم على الإرهاب. وأنا على يقين أن كثيرا منهم لم يقفوا على هذه الحقائق، وأرجو بعد هذا البيان أن يغلقوا أفواههم وأن يقبضوا أيديهم عن نشر المديح في حق هذه الكتب المضللة التي أضلت كثيرا من الناس. وعندما أقول أضلت كثيرا من الناس فهذا واقع ما له من دافع. وعقلاء الأمة لا سيما في بلاد الجزائر يدركون جيدا بأن الفئة التي استعملت في تغذية الإرهاب في الجزائر لا سيما فئة الشباب قد اعتمدوا على هذه الكتب. ونعطيكم مثال أمامكم الآن، وهو علي الأفغاني من قيادات الإرهاب في الجزائر. دونكم هذا المجلس، وانتبهوا إلى كلامه كيف يتكلم بكل حماس ويستشهد بكلام سيد قطب. وسيد قطب اللي يقرا مليح سيد قطب يقول، وسيد قطب اللي يقرا مليح سيد قطب يقول باللي الناس اللي خرجوا وضحوا في سبيل الله وقدموا التضحيات وشردوا يعني وطيحوا لهم البيوت تاعهم وتعدوا على اعراض اخوانهم واخواتهم ونسائهم وامهاتهم، هؤلاء هم الركيزه الاساسيه للدوله الاسلاميه. ما كان والو، ما تقول لي والو يا اخي. يعني تسمحونا الانسان ممكن يتقلق لانه بالسيف يتقلق. اين كان؟ للأسف الشديد تشبع بأفكار سيد قطب فحولها إلى عمل مسلح في بلادنا الجزائر. ألم يحن الوقت أن يراجع هؤلاء أنفسهم ويكفوا عن مدح سيد قطب وكتبه؟ هل تريدون فتنة إرهاب أخرى في الجزائر؟ اتقوا الله في أنفسكم. وأعطي مثالا آخر وأخير، وإلا ساعات من الوقت لا تكفي لسرد كل الأمثلة. أمامكم عبد الله الشريف، هو من أكبر المحرضين على الدول الإسلامية ومن أخطر الثوريين. من أين استلهم هذا الفكر ومن أين تشبع بهذا الحماس لإثارة المسلمين وإحداث الفوضى في بلادهم؟ نخلوه هو يتكلم ويشهد بنفسه. كنت مرة سنة 2006 بحضر درس في أحد المساجد، والشيخ قال وعندك مثلا سيد قطب اوعى حد يقرأ له كتاب معالم في الطريق، ده راجل إخواني تكفيري ربنا يعافيكم منه ومن فكره الظلام. فأنا خرجت من المسجد مباشرة على أي مكتبة أشتري منها كتاب معالم في الطريق. فلما رحت المكتبة الراجل قال لي مش موجود لأنه ممنوع من النشر. أسكت بقى؟ أبدا. الموضوع كبر في دماغي ودخلت على النت واستنيت جنب الجهاز لحد ما حملت الكتاب وقعدت أقرأ فيه. ومن يومها يا مؤمن ما رحتش للشيخ ده المسجد ده تاني، وجبت بعدها كل كتب سيد قطب. فمين الفطناء من الناس سيدركون لا محالة أن هذه النفسية الهائجة ما تكونت إلا بعد دراسة لكتب سيد قطب. موش القضية متعلقة بخطأ أو تقرير واحد ذكره سيد قطب في بعض كتبه أو زلة لسان أو قلم يحذر منها ولا يحذر منه كما يقرر الكثير من الدعاة، بل هي تأصيلات تكررت في جميع الكتب التي ألفها سيد قطب. من أجل هذا تكونت هذه الشخصيات الإرهابية في مجتمعاتنا. ولأقرب الفكرة أكثر نأخذ فقرة أخرى ذكرها سيد قطب في كتابه في الظلال: إن هذا الدين لا يقوم إلا بجهد وجهاد ولا يصلح إلا بعمل وكفاح. ثم قال: ولرد المغتصبين لسلطان الله عما اغتصبوه من هذا السلطان ولإقامة شريعة الله في حياة الناس. لا بد من جهد. هنا يقسم الجهد إلى قسمين: الأول بالحسنى حين يكون الظالمون أفرادا ضالين، يعني أفراد المجتمع يدعون بالحسنى يحتاجون إلى الإرشاد والإنارة، وبالقوة
حين تكون القوة الباغية في طريق الناس هي التي تصدهم عن الهدى. سيد قطب يتكلم عن القوة التي يستعملها الدعاة، لا هو يتكلم على دول ولا جيوش تستعمل القوة، بل يتكلم عن الجماعة الإسلامية أنها تستعمل القوة في وجه الحكام. ولك أن تتخيل حجم الجريمة التي يرتكبها كثير من الدعاة وأئمة المساجد حين يوصون بكتاب الظلال، كما فعل الأخ سليم حمدي وفقه الله، حيث وصف فوائد الظلال بأنها لآلئ يخافها البعض. نعم نخافها، وكل عاقل يخشى على دينه ووطنه يخشى هذه القنابل الخطيرة، والله ليست لآلئ يا شيخ سليم. وألف كتابه ظلال القرآن، الأعجوبة البلاغية البيانية في الدفاع عن القرآن وإخراج لآلئ عجيبة جدا، طبعا اللي يشوفها مخيفة وكلام يلحق. ونعطيكم مثال آخر، الأستاذ الدكتور بالخير الطاهري الإدريسي وفقه الله يحاضر ويدرس في مساجد الجزائر وفي جامعاتها. استمعوا إليه كيف يثني على هذا الكتاب وكيف يصور المسألة ويحصرها وكأن سيد قطب كان يدعو فقط لتحكيم الشريعة. ومن منا لا يرضى بتحكيم الشريعة، ومن منا لا يأمل أن يمن الله على المسلمين بتحكيم الشريعة في يوم من الأيام. سيد قطب رحمة الله عليه كتابه الظلال من 6 مجلدات تقريبا كله يدور على مسألة واحدة عقدية، هي مسألة الحاكمية. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، جعل الحكم قرين العبادة، لأن رأى بعد سقوط الخلافة الإسلامية ودخول الدول الاستبدادية والاستدمارية إلى بلدان العرب والمسلمين حيدت الشريعة الإسلامية من حياة الناس، وأصبح الناس يتحكمون للقوانين الوضعية، وأشربت الأجيال المتلاحقة هذه القوانين الوضعية على أنها من صميم الشريعة الإسلامية، والشريعة أبعد عن ذلك، بل الشريعة معطلة في جميع مناحي الحياة إلا في بعض المظاهر وفي بعض الأبواب الفقهية. فهو أراد أن يبعث من جديد فكرة الحاكمية، أن يتحاكم الناس لكتاب الله عز وجل، فهذا الحاكمية جزء من العقيدة، فهو أراد أن يجدد قضية قد اندرست. سيد قطب يا أستاذ بالخير دعا إلى تحكيم الشريعة وجعل طرقا ومناهج ومسالك لتحكيم الشريعة، وعلى رأسها إعلان الجهاد ومنازعة السلاطين والحكام بالقوة والتوصية بإنشاء التنظيمات السرية. لماذا تخفون هذه الحقائق عن المسلمين؟ والملاحظ أن كل من يهاجم المداخلة، لا أقول يخطئهم مرة أو مرتين، بل يفرغ كل أوقاته في نقد المداخلة، تجد هؤلاء لا محالة من أنصار سيد قطب. أمامكم صفحة مدخل نيوز، هذه الصفحة أنشأها أصحابها وهم عصابة لهم توجهات إرهابية تكفيرية. الصفحة أنشئت للرد على المداخلة والطعن في الشيخ ربيع المدخلي. ها هي أمامكم تحيي ذكرى وفاة سيد قطب، إنها علاقة وطيدة بينهم وبين سيد قطب. الشيخ ربيع رحمه الله قسم ظهورهم وفضح شيخهم في كتب عظيمة، نسأل الله تعالى أن يوفق أهل الإسلام لنشرها وقراءتها ودراستها. أما أولئك الخصوم ممن يعتقدون بأنهم أعلى منزلة من علماء السنة كالشيخ ربيع وغيره، فنقول لهم كونوا منصفين وادرسوا كتب سيد قطب، ثم انقلوا الحقيقة للناس كما هي واتركوا العاطفة. وهذه لفتة مهمة متعلقة بمصير سيد قطب يوم القيامة. ما الذي نستفيده إذا عذب سيد قطب؟ نرجو له الجنة، ولا يوجد أي ارتباط بين تخطئته وبين الحكم عليه في الآخرة. احنا موضوعنا الآن هو بيان ما ورد في كتبه من الأخطاء المضلة اللي عندها علاقة بالفتن والدماء والقتل. أما هو في حد ذاته فحكمه إلى الله يوم القيامة، لا دخل لنا في ذلك. لا الشيخ ربيع ولا غير الشيخ ربيع فرح بإعدامه، ولن تجد هذا في كتب الشيخ ربيع وغيره ممن بين أخطاء سيد قطب. حتى الشيخ بن باز رحمه الله يحتج كثيرا بوساطته وشفاعته لسيد قطب قبل أن يعدم، وهذا خلق عظيم يمتاز به أهل السنة، فهم أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. فأنت اللي راك تمدح سيد قطب وتنقل فضائله، أنت تغرر بالشباب وتدفع بهم لحمل السلاح وأنت لا تشعر، تثني على كتاب الظلال من غير أن تبين أخطاءه. وأفضلكم يقول عن سيد قطب أنه أديب، يعني يعتذر له، ثم ماذا؟
يعني لا يرد عليك حتى تكون عالم في الشريعة؟ لا أبدا، أديب وارتكب هذه الجرائم في كتبه. هل رؤوس الإرهاب لا سيما اللي كانوا عندنا في الجزائر كانوا علماء؟ هل عنتر زوابري كان عالم؟ هل زيتوني كان عالم؟ هل شريف قوسمي كان عالم؟ كل هؤلاء جهلة ما كانوش حتى أدباء. ثم ماذا؟ أديب معنى ذلك أنه تكلم في غير تخصصه. أنتم تقدمونه للأمة على أنه إمام وعالم ومجاهد وقدوة، فلما ينتقد تقولون بأنه أديب فقط. اتقوا الله في شباب المسلمين. وانت تمتدح سيد قطب، تذكر المغفلين والجهل من الناس. يجي الشاب الآن يسمعك تمدح في ظلال القرآن فيروح يقرأ في ظلال القرآن، لا سيما إذا قرأ منشورة واستمع إلى كلمة الواحد أستاذ ودكتور يثيق فيه ويحسن به الظن، كما نرى الآن في منشور أحد الأساتذة والدكاترة في جامعاتنا وهو محمد الحاج عيسى. لما يسرد مثل هذه النقولات من كتب سيد قطب، هو بطريقة أو بأخرى يقول للشباب عليكم بكتب سيد قطب. لما يقرأوا كتب سيد قطب ويترسخ في فكرهم هذا المنهج الضال، من سيعيد هؤلاء إلى الحق؟ مقتدس، فاستذكر أن آثارك الخوالدا ومجدك الفد الصريح التالدا، واقتبس منه الأصول والسنن ولتسموا بها الهضاب والفنن، وكن أخي في الرأي والإعداد من عصبة الزبير والمقداد. والسائرون إلى العلا لن يسكنوا، والذائدون عن الحمى لن يحجموا، ومراجل الدم لم تزل بقلوبهم تغلي، ويقلقها الرفود ويؤلم دوى النفير مع. هؤلاء كانوا في مجتمعنا، هؤلاء أبناؤنا وإخواننا من بني جلدتنا، كانوا معنا في الأحياء وفي المساجد، استمعوا إلى من غرر بهم ولم يوضح لهم المنهج الحق. فيا رب لا تجعل حمامي لغيرها، ولا تجعلني من قطين المقابر، وأيقنوا أن الجنة تحت ظلال السيوف. لم يجدوا من يدلهم على كتب أهل السنة، بل وجدوا من يشوه لهم السلفيين ويقول عنهم مداخلة. هؤلاء هم ضحايا فكر سيد قطب وفكر الإخوان. خذوا هذا المثال، شاب صغير صعد إلى الجبال وإلى وقت قريب فقط، استمعوا إليه كيف يتكلم عن المداخلة. لأن كما تعرف هؤلاء لهم جواسيس ولهم مخابرات ولهم أعين يترصدون عن الموحدين، كما نقول احنا يطلقات في قلبهم. فنحن الحمد لله كنا ممن من الله علينا أن نصدع بالتوحيد وأن نقول يا طواغيت أنتم طواغيت وأنتم كافرون وتبرأنا منكم ومما تعبدون من دون الله عز وجل. لكن هناك بعض التضييقات خاصة من مرجئة العصر، نحن نقول مرجئة العصر حقيقة من الناس، هؤلاء دعاة CCP وهؤلاء الذين يتم مداخله هؤلاء هم الذين كانوا يضيقون علينا وكانوا يشكون بنا إلى الطواغيت ورفعت شكاوي إلى الطواغيت. نفسهم المداخل اللي يتكلم عليهم محمد الحاج عيسى واللي يتكلم عليهم الإدريسي وغيرهم من الدكاترة. أدري أنهم لا يتقصدون هذه الفعال، أدري أنهم لا يوافقون الإرهاب ويذمونه، لكن عليهم أن يتراجعوا عن هجمتهم على المداخلة. هذو المداخلة باتفاق هم اللي ردوا على الخوارج منذ القديم. أين هي جهودكم في مكافحة الإرهاب؟ ثم تأتي يا محمد حاج عيسى وتقول للسلفيين ما موقفكم من غزة؟ أخبرني أنت ما موقفك مما سمعته اليوم، وإن شاء الله ستكون لي صوتية مفصلة في الرد على منشورك. فالشاب لما يفتتن بكلامكم وتوجيهاتكم ويقرأ في ظلال القرآن، يجيك واحد يثني على الظلال ويدافع عنه، معنى ذلك أنه يحث الشباب على قراءته. وإذا جاء الشاب المفعم بالحماس ويقرأ مثل هذه التوصيات، لا سيما التوصيات باستعمال القوة والحث على جهاد الحكام، كيف راح تكون النفسية تاعو وكيف راح تكون هذه الطريقة اللي راح يختارها؟ لا شك أنه سيصعد إلى الجبال مثل ما فعل الأولون. يا إخواني اتقوا الله واذكروا الحقيقة للناس كما هي، موش بالضرورة تذكر الشيخ ربيع أو تقبل كلامه أو تقرأ له حتى، فالقضية أعظم بكثير، قضية متعلقة بمصير أمة. سبق الشيخ ربيع في بيان ضلالات سيد قطب، هي حسنة نرجو أن يسعد بها يوم القيامة، حتى الكثير من محبيه لا يقدرون هذه الحسنة. فنحن لا ننتظر منكم أن تذعنوا لما ذكره الشيخ ربيع أو تذكروا اسمه أو ترجعوا لكلامه، وإنما نقول لكم كونوا أمناء وانقلوا شهادات شيوخكم. الناس اللي تعتقدوا فيهم أنهم أئمة وشيوخ، لماذا تستحون بنقل كلامهم؟ واحد مثل فريد عبد الخالق، أدري أنه كثير من المهتمين
لما يسمع المقطع يتعجب كيف فريد عبد الخالق بقي حيا وإلى وقت قريب توفي. فريد عبد الخالق يعرفه الناس من خلال كتبه ومذكراته. هذا الشخص هو من جيل حسن البنا، على ما فيه من انحراف يشكر على موقفه هذا. لذلك نقول دائما للجماعات اليوم أنتم أخس وأنذل من شيوخكم. شفنا شيوخكم عندهم شيء من الإنصاف. هاو فريد عبد الخالق ولا واحد يذكر شهادته في سيد قطب، ولا واحد قدر حتى ممن خالفه من جماعة الإخوان، ولا واحد قدر يرد على شهادته. استمعوا إليه كيف يتكلم عن التكفير عند سيد قطب. ناقشت في معالم في الطريق وقتها؟ نعم، ناقشت فيما كتبوا من معالم في الطريق. قلت له يعني الذي تكتبه ده ليس كل من يقرأه مستكملا لعدة الفهم الحسن. في شباب خصوصا اللي كانوا في رحم السجن معذبين، وزي ما تقول تعذيب وشدة ورثهم نوع من عدم الثقة في الناس إلى درجة الكفر. قالوا يعني إن التعذيب ده وسوء المعاملة دي والإعدامات ديت اللي عمرها ما حصلت في مصر بهذا العدد، دي ناس فضلاء وعلماء يعني كفروهم. نعم، صدق فريد عبد الخالق. فالشباب لا يتحكمون في عواطفهم. جاءت كتب سيد قطب فحركت مشاعرهم، لا سيما من كان في السجون منهم. هل فريد عبد الخالق فقط من ذكر هذا؟ للأسف ذكره آخرون. يعني كثرة النقولات والشهادات تخليك مندهش مما ينقل اليوم. حصر القضية في الشيخ ربيع المدخلي، وكأنه القضية متعلقة بالشيخ ربيع، مع أنه أصل القضية لا علاقة للشيخ ربيع المدخلي فيها. هب أن الشيخ ربيع أخطأ في حق سيد قطب أو جانب الصواب في بعض المسائل، نقول هذا تنزلا، وإلا كل ما قاله الشيخ ربيع هو مستند لحقائق تاريخية موجودة في كتب سيد قطب. نقول تجوزا هب أن الشيخ ربيع أخطأ، اجتهد فأخطأ في بيان هذا الضلال الكبير. اتركوا الشيخ ربيع واتركوا كل الشبه التي ذكرتموها حول كلامه في سيد قطب. هناك قضية جوهرية متعلقة بفكر سيد قطب ذكرها المحب والمبغض. أرواح ناقشون في هذه القضايا ولن تفعلوا. نتحدى أي واحد فيكم، إمام أو دكتور أو أستاذ، يجي يناقش في مثل هذه القضايا ويخرج الآن ويتبنى كل هذه الأفكار. لن يقع هذا، اللهم إلا من منصف يخرج الآن ويقول لم أقف على ما ذكرته في هذا المقطع. ما كنتش عارف أنه سيد قطب يكفر المجتمعات ويدعو إلى استعمال القوة والعنف. يوسف القرضاوي زعيمكم الأكبر، وليتوا تحشموا ما تنقلوش كلامه. خليكم من المدخل وسمعوا ليوسف القرضاوي كيف يشهد بنفسه على أن كتب سيد قطب فيها تكفير. أنا كان لي اعتراض على نظرته إلى لفظ الجاهلية هو وصف المجتمعات بالجاهلية أو شيء من هذا القبيل. التكفير ذكرت أنا في كتب بعض الآخر يعني ظنوا أن أنا أفتري عليه أو قلت لهم وجبت لهم بالنصوص من الكتب ونصوص ناطقة. بعدما تكلم يوسف القرضاوي وشهد منذ سنوات طويلة قامت عليه الدنيا يومها، فاضطر إلى بيان التكفير من كتب سيد قطب بالجزء والصفحة، مثل ما فعل في مذكراته المعروفة بابن القرية كما في الجزء الثالث. اقرأوا كلامه بارك الله فيكم. جعل فصولا فيه فقال نصوص من كتب الشهيد سيد قطب، هو يقول عنه شهيد، وينظر إلى الحاشية قال يعز علي والله أن أضع هذه النصوص الناطقة أمام القارئ الكريم، فوالذي نفسي بيده ما أردت أن أسيء إلى رجل قدم عنقه في سبيل الإسلام، ولكنها الأمانة والميثاق. إنها الأمانة والميثاق التي ضيعها دكاترة وأساتذة اليوم. قال نصوص من ظلال القرآن، نصوص من معالم الطريق، نصوص من العدالة الاجتماعية، نفس الكتب التي ذكرها الشيخ ربيع في ردوده. نصوص من كتب الشهيد سيد قطب تحمل تكفير مسلمي اليوم، مش تكفير حكام اليوم، بل تحمل تكفير مسلمي اليوم. فالقضية مش قضية مواجهة الحكام فحسب، وإنما تكفيرهم، بل أكثر من ذلك تكفير المسلمين، وأشد من ذلك تكفير خلاصة المسلمين ممن يؤذن في المساجد. ها هو كلامه في الظلال: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية
إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله دون أن يدرك مدلولها، ودون أن يرفض شرعية الحاكمية التي يدعيها العباد لأنفسهم. ثم قال إلا أن البشرية عادت إلى الجاهلية وارتدت عن لا إله إلا الله. فيه كلام أوضح من هذا؟ البشرية بجملتها بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع، وهؤلاء أثقل إثما وأشد عذابا يوم القيامة، ارتدوا إلى عبادة العباد بعدما تبين لهم الهدى، يعني الحجة قائمة عليهم، لذلك كفرهم. سيد قطب يا إخواني ذهب إلى أكثر من هذا، وطعن في مساجد المسلمين وسماها معابد الجاهلية. انظروا في كتابه في ظلال القرآن، قال وهنا يرشدهم الله إلى أمور: اعتزال الجاهلية بنتنها وفسادها وشرها، ثم قال اعتزال معابد الجاهلية، وهنا يقصد المساجد واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد، تحس فيها في هذه المساجد المستحدثة في الخفاء مثل ما هو صنيع الإخوان منذ القديم، قال تحس فيها بالانعزال عن المجتمع الجاهلي. مثل ما قلت أخطاء سيد قطب ليست هي أفكار عابرة وخواطر، وإنما هي تقريرات ملأ بها كتبه. الشباب اللي خرجوا للجبال تخرجوا من جامعة سيد قطب، لما تقرأ كلامه حول المؤذنين والمساجد لا تستغرب إذن انتشار تلك الجريمة المروعة وهي تفجير المساجد، وقد وقع هذا قديما في الجزائر ووقع في بلاد الإسلام. هذا الخطر تفطن له حتى خصوم الدعوة السلفية. أي أمامكم أحد شيوخ الأزهر أسامة الأزهري وهو معروف بعداوته للسلفية، استمعوا إليه كيف يتكلم عن هذه النقطة تحديدا والنتيجة التي خلص إليها. طب اسمح لي أقول لك موضع تاني، موضع في منتهى الغرابة والألم، تعبير أدهشني في الحقيقة، وربطت بينه وبين حادث مسجد الروضة في سيناء حيث قتل كم طفل وكم إنسان، 300 إنسان، حوالي 30-40 طفل. شوف النص العجيب اللي بيقوله، واللي أنا شايف أنه هو ده اللي أنبت حادث الروضة. بيقول لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله. البشرية بجملتها بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا وقع، وهؤلاء أثقل إثما وأشد عذابا يوم القيامة. خلصت بهذه النتيجة بعد تأمل طويل أن هذا الكتاب، كتاب ظلال القرآن، هو أكبر منجم مولد لفكر التكفير في تاريخنا المعاصر. أدري أن كثير من الشباب ومن المتابعين ومن المستمعين لهذا المقطع سيفجعون من هول ما سمعوا. نعم، لا يقرر هذا إلا رجل مختل في عقله، مستحيل أن واحد في كامل قواه العقلية يتكلم بمثل هذا الكلام. اختل عقله بسبب هذه الأفكار الشيطانية. هذا جنون والله، شهد به حتى قيادات الجهاديين. نبيل نعيم هذا هو مؤسس التنظيم الجهادي في مصر، وكان مشارك في اغتيال السادات. استمعوا إليه ولن تجدوا هذه الحقائق في حسابات ومواقع وقنوات الأساتذة والدكاترة الذين انبروا اليوم للرد على المداخلة، بل حتى في إعلامنا وقنواتنا تلقاه ربما يدلك روبورتاج حول المخدرات، لكن مستحيل تشوف روبورتاج مثل هذا. وإذا كان راح يكون حول الأبرياء السلفيين والمداخلة كما يسمونهم. الأمر خطير جدا. بيعتنق فكر سيد قطب وأنا مختلف معاه، كنت بقول له فكر سيد ده فكر، قلت له سيد قطب ده مجنون، قلت له أنا مش عاوز أقول لك سيد قطب ملوش فكر أو فكر منحرف، ده راجل مجنون، واحد مجنون كتب كتاب، ده راجل مجنون، واحد مجنون كتب كتاب، ده بيقول على كل المسلمين اللي بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللي بيأذنوا واللي بيدخلوا الجامع كفرة. بعد كل هذا تجد الموظف، ولا أقول ولي الأمر لأنني أفرق بين الولي الأمر وبين الموظف عند ولي الأمر. الموظف في بعض المؤسسات وربما حتى الإمام تجده يمنع كتب الشيخ ربيع ويمنع كتب من يسمونهم بالمداخلة
التي تحارب هذا الفكر الإرهابي التكفيري، وفي نفس الوقت يسمحون بكتب سيد قطب وغيره من التكفيريين، يسمحون بهذه الكتب أن توضع في رفوف المساجد وفي معارض الكتب. الموظفين في بعض الوزارات تجد أن له خلفية، لذلك يمنع ما يخالف هواه ويسمح لما يوافق هواه، وكثير منهم يجهلون هذه الحقائق. يشوف بلي الكلام كثر على الشيخ ربيع والمداخلة، هايا الحل الوحيد أنه أمنع كتب المداخلة، وهذا ظلم وتعدي لا يسمح به حتى ولي الأمر. كاين ولي أمر يحب الخير لشعبه ودولته يسمح بمثل هذه الكتب التكفيرية الإرهابية ويمنع الكتب التي تكشف هذه المخازي. والشيء بالشيء يذكر. هذه شهادة لأحمد مراني، من جهة هو صاحب فكر حركي إسلامي، وكان من القيادات البارزة في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ثم بعد ذلك كان وزيرا للشؤون الدينية. نخلوه يتكلم عن سيد قطب. أما السيد قطب يستعمل العاطفة المسلمين، يستعمل معناه الشعارات البراقة والمخادعة، لأن هذا أنظمة كافرة. بعد كل هذه الحقائق يجي واحد الآن ويزيد يدافع عن سيد قطب. فهمتوا علاش الآن يقال عن فلان، عن داعية أو كاتب يقال عنه قطبي؟ يقال عنه قطبي لأنه تبنى فكر سيد قطب، تقيم عليه الحجة ويقف على هذه الضلالات وبعد ذلك يدافع عنه، فهو قطبي ولا كرامة. فيه نقطتين إن شاء الله نختم بهم هذا المقطع. النقطة الأولى ليكذبوا على الجهل من الناس ويحتجوا بأقوال للعلماء فيها ثناء على سيد قطب ليسقطوا أحكام الشيخ ربيع. أنا قلت بأن أحكام الشيخ ربيع ما عندهاش علاقة بجوهر الموضوع، لأني في كل هذه الصوتية ذكرت أخطاء وضلال سيد قطب بعيدا عن كتب الشيخ ربيع. ومع ذلك أقول لإخواني، عندما تجد كلاما لبعض العلماء في مدح سيد قطب فتأكد بأن هذا الكلام قديم قبل أن يقف هذا العالم على ضلالة سيد قطب. وأكثر من استثمروا في اسمه وحرفوا أقواله للنيل من الشيخ ربيع هو الشيخ الألباني رحمه الله. وحتى لا أطيل أنقل شهادة تلميذه مشهور حسن اللي هو معروف بعدائه للشيخ ربيع، ومع ذلك استمعوا إلى شهادته. الشيخ عدنان عرعور زار الشيخ الألباني وقرأ عليه مقدمات لماذا أعدمون، فلما سئل الشيخ عن كلامه فكان الشيخ يقول كأننا درسنا العقيدة معا. لما قدر الله فيما بعد وقرأنا بقية الكتاب ووجدنا العقيدة اللي بيتكلم عنها شيء آخر غير عقيدتنا، وقد نبه على هذا وعلى ضلالات سيد قطب في العقيدة الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله، وقد أحسن وأجل. كنت في زيارة للشيخ فأهداني نسخة من تعقبات الشيخ ربيع على سيد قطب، وبفضل الله علي وجدت على هذه النسخة تعليقات بخط الشيخ، وكتب في آخر الكتاب أننا عرفنا حقيقة سيد قطب من خلال كتابك، فجزاك الله خيرا وبارك الله. فلذا بعض كلمات خرجت من شيخنا الألباني عن سيد قطب في بعض الأوقات هي ليست القول الذي مات عليه. ومثال آخر شيخ بن عثيمين رحمه الله، استمعوا إليه كيف يوصي بكتب الشيخ ربيع في الرد على سيد قطب. خيرا مطالعتي لكتب سيد قطب قليلة ولا أعلم عن حال الرجل، لكن قد كتب العلماء فيما يتعلق بمؤلفه في التفسير إلى القرآن كتبوا ملاحظات عليه، مثل ما كتبه الشيخ عبد الله التونسي رحمه الله، وكتب أخونا الشيخ ربيع المدخلي ملاحظات عليه على سيد قطب في تفسير وفي غيره. في بداية الأمر في من العلماء من دافع عن سيد قطب، لكن بعد تأليف الشيخ ربيع للكتب وبعد وقوف هؤلاء العلماء على هذه النصوص الواضحة ما كان منهم إلا الإذعان لهذا الحق الذي ورد في كتب الشيخ ربيع. النقطة الثانية أنني ركزت في هذا المقطع على خطأ واحد من أخطاء سيد قطب وهو التكفير والخروج. أما باقي الأخطاء الكثيرة التي يندى لها الجبين فسأتركها في مواضع أخرى، ومنها سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لي كيف امتدحوا لنا كتب سيد قطب وفيها كل هذه البلاوي؟ نعم هذه الحقيقة. أمامك محمود شاكر رحمه الله من أعظم وكبار أدباء العالم الإسلامي،
ما عنده علاقة لا بالمداخل ولا شيء. هذا انتقد سيد قطب سنة 1952 في مجلة المسلمون في قضية سب الصحابة، ثم طبع الكتاب مستقل. نأخذ لك من كلامه في كتابه؟ لا أبدا، بل نأخذ لك من كلام سيد قطب مباشرة في كتابه العدالة الاجتماعية. انظر إلى كلامه في عثمان رضي الله عنه، هذا الخليفة الراشد. تأمل وسل ربك العافية، يتكلم عن مقتل عثمان والثورة الباغية الظالمة التي أزهقت روحه رضي الله عنه وأرضاه. قال: تلك الثورة في عمومها كانت ثورة من روح الإسلام، وذلك دون إغفال لما كان وراءها من كيد اليهود. يعني يقر بأنها كيد من اليهود ابن سبأ، ومع ذلك ينسبها للإسلام. قال: مضى عثمان إلى رحمة ربه وقد خلف الدولة الأموية قائمة بالفعل بفضل ما مكن لها في الأرض، وبخاصة في الشام، وبفضل ما مكن من الذي مكنه؟ هو عثمان رضي الله عنه، للمبادئ الأموية المجافية لروح الإسلام. فيه واحد مسلم لا يغار على الصحابة؟ فيه واحد مسلم بعدما يقف على هذه المطاعن في أصحاب رسول الله يجي دافع عن السيد قطب وينتصر لأفكاره، ويرضى لأستاذ أو شيخ من شيوخه أنه يتنيل على سيد قطب ثم يسكت في آخر هذه الجولة؟ هل صدق الشيخ ربيع أم كذب حين قال هو مكيدة؟ يا شباب، أكبر مكيدة لكم هو منهج سيد قطب. أكبر مكيدة، المكائد كثيرة، لكن منهج سيد قطب والله أكبر مكيدة. هل فهمت الآن يا من تقول لماذا تدافع عن الشيخ ربيع أو تستكثر ردودي ودفاعاتي عن هذا الإمام؟ أنا والله لا أدافع عن شخصه، وإنما أدافع عن الحق الذي حمله وحفظناه عنه بالأدلة والبراهين. فلم أكن ولن أكون مقلدا للشيخ ربيع، وإنما أنصر الحق الذي دعا إليه، هكذا تعلمنا منه. فهل سينصف الآن العقلاء هذا الشيخ الذي تفطن لفتنة الإرهاب قبل أن يتفطن لها أكثر الناس؟ هذا ما تعلق بقضية سيد قطب. أما الشبه المثارة حول ردود الشيخ ربيع التي ذكرها سليم حمدي وغيره، ومنها مدح الشيخ ربيع لسيد قطب وكذا قضية الثانوية وغيرها من الشبه التافهة، فسأخصص لها صوتية أخرى إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من فكر الخروج والإرهاب. أسأل الله تعالى أن يحفظ شباب المسلمين من هذه العقائد الباطلة ومن هذه المناهج الفاسدة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.